السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس النود جي اس. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن 3 حاجات. هنتكلم على الجلوبال اوبجكت، هنتكلم على الزيس في الموديول، وهنتكلم على بعض الأمثلة على الجلوبالز. تمام. أول حاجة الجلوبال اوبجكت. لو أنت لو جيت هنا رحت على البراوزر بتاعك، تمام، وكتبت ويندو، فويندو هنا في البراوزر هي بتشير للجلوبال اوبجكت. فالويندو ده هنلاقي ان هي جواها مجموعة من الفانكشنز والكلاسز والبروبرتيز اللي انت تقدر تستعملها من غير ما تستدعي اي حاجة خالص. تمام. هي نفس الفكرة في النود جي اس. الجلوبال اوبجكت بيشير الى اوبجكت. الاوبجكت ده جواه مجموعة من الكلاسز والاوبجكت والفاليوز اللي انت تقدر تستخدمها جوه اي موديول او جوه اي جافا سكريبت فايل من غير ما تستدعي اي حاجه. تمام. بس الفرق هنا ان بدل ما يكون الجلوبال اوبجكت هنا اسمه ويندو في البراوزر، هيكون اسمه في النود جي اس اسمه جلوبال. فلو جيت هنا اطبع مثلا الجلوبال، تمام، اللي هو الجلوبال اوبجكت، هفتح اللي هو التيرمينال. ممكن اجي على التيرمينال هنا واقول له نيو تيرمينال بالشكل ده، بعدين هقول له نود جي اس. مش شايفين ده الجلوبال اوبجكت؟ طبعا دي مش كل الحاجات الموجودة اللي أنا أقدر أستعملها اللي هي موجودة جوه الجلوبال اوبجكت. في حاجات تانية كتير بس ما بتبقاش ظاهرة لما تيجي إن أنت تطبع الجلوبال اوبجكت. بس هنا نقدر نشوف إن هي هنلاقي مثلا هنا set interval set time out، اللي هي الحاجات اللي هي كانت موجودة في البراوزر، وفي حاجات مش موجودة في البراوزر. تمام. متاحة لي إن أنا أستخدمها من غير ما أستدعي أي حاجة. فمثلا هنشوف دلوقتي آه، مثال مثلا على بعض الحاجات الجلوبالز اللي هي متاحة لي إن أنا أستخدمها جوه أي نود جي اس موديول من غير ما أنا أعمل إمبورت لأي حاجة. فمثلا عندي الفايل نيم، تمام، فده بيطبع لي اللي هو المسار الكامل للفايل اللي هو حاليا، اللي هو الفايل اللي هو app.js. عندي برضو اللي هو الدور نيم، والدور نيم ده بيطبع لي الفولدر اللي هو فيه الملف اللي هو دوت الاب دوت جي اس. فلو انا سيفت كده ورحت فتحت التيرمينال تاني، عملت ران، قال لي هنا ده المسار الكامل للفايل ده، وده المسار الكامل للفولدر اللي هو جواه الفايل ده. تمام. هنتكلم عن this في الموديول. انا عندي في البراوزر لو انا كتبت this، تمام، فالذس هنا بتشير للجلوبال اوبجكت. طالما الذس مش متعرفة جوه فانكشن، تمام، فهي بتشير للجلوبال اوبجكت اللي هو في البراوزر الويندو. لكن في النود جي اس الموضوع بيختلف. في النود جي اس الذس ما بتشيرش للجلوبال اوبجكت، الذس بتشير للموديول دوت اكسبورتس. تمام. الذس بتشير للموديول دوت اكسبورتس. يعني مثلا لو انا جيت اضيف على الموديول دوت اكسبورتس اوبجكت ده مثلا property اسمها x مثلا بتساوي 5، وجيت أطبع الزز وجينا هنا run، هتلاقوا هنا إن الزز هنا هي نفس الأوبجكت اللي هو إيه، اللي هو ده. طبعا الموديول دوت اكسبورت في البداية خالص لو أنا ما بعملش اكسبورت لأي حاجة، فالقيمة بتاعته بتكون عبارة عن empty object. تمام. القيمة بتاعته بتكون عبارة عن empty object. بعد كده أقدر أضيف أي حاجة أنا عايز أعمل لها export مثلا، بحيث إن أقدر أستخدمها في فايل تاني أو موديول تاني. تمام. ده بالنسبة لي الداس في الداس في النوت في النود جي اس. هنشوف برضه شوية أمثلة على مجموعة من الجلوبالز التانية اللي أنا أقدر أستخدمها جوه أي نود جي اس موديول. عندي مثلا الجيسون دوت الجيسون متاح ليا الجيسون كلاس اللي انا استخدم مثلا اللي هي السترينج فايل اللي هي بتاخد اوبجكت وبترجع لي سترينج بيمثل الجيسون. فعندي مثلا نيم سي مصطفى، ده متاح ليا ان انا استخدمها جاي جوه اي موديول نود جي اس من غير ما، شايفين، رجع لي هنا سترينج بيمثل ايه الاوبجكت ده، من غير ما اعمل امبورت. مش محتاج اعمل امبورت مثلا لفايل بيحتوي على الكلاس ده ولا اي حاجه خالص. تمام. هنشوف برضه امثله على
على اوبجكت برضو متاح لي جلوبال اللي هو البروسيس اوبجكت. البروسيس اوبجكت ده بيحتوي على مجموعة من البروبرتيز اللي اقدر استخدمها عشان اجيب شوية معلومات مثلا عن الجهاز. بس فعلى سبيل المثال اقدر اجيب البلاتفورم اللي هو مثلا انا بستخدم لينكس، ففي الحالة دي هيطبع لي لينكس. لو انت بتستخدم ويندوز هيطبع لك ان انت على الويندوز. اقدر برضو ان انا اجيب من البروسيس ده الفيرجن، فده بيرجع لي الفيرجن بتاع النود جي اس اللي هو انا بستخدمه، اللي هو مثلا هنا فيرجن 22. اقدر برضو ان انا اجيب الكوماند لاين ارجيومنتس. تمام، ايه الكوماند لاين ارجيومنتس؟ وانا بران اللي هو الملف ده اقدر ان انا امرر شويه معلومات هنا، واقدر ان انا استقبل معلومات عندي هنا في الكود واعمل عليها اهندلها باي طريقه انا عايز. فعلى سبيل المثال انا ممكن امرر اسمي هنا تمام بالشكل ده، واقدر ان انا استخرج اللي هو الاسم ده من اللي انا وررته هنا واستخدمه في الكود ده. فلو انا جيت اطبع هنا هو البروسيس دوت ارج في، تمام، مش شايفين؟ قال لي هنا، جاب لي هنا array. الاري ده بيحتوي اول حاجه على المسار للنود جي اس، تاني حاجه الفايل اللي هو ده المسار للفايل ده، تالت حاجه اي بقى arguments انا مررتها. انا هنا مررت له مصطفى فجاب لي هنا مصطفى. طبعا انا اقدر افصل ما بين الارجيومنتس هنا بسبيس. تمام، فلو قلت له مثلا اي حاجه هنا فهو هنا هيستخرجها لي بالشكل ده، واقدر ان انا استخدم البيانات عندي ده في الكود. فمثلا اقول له اطبع لي الرقم 2 اللي هي تالت عنصر في الاري ده. قال لي ان هو هنا ايه؟ مصطفى. طيب برضو انا عندي حاجه اسمها جوه البروسيس برضو عندي فانكشن اسمها الاكزيت. الاكزيت دي بستخدمها لما عاوز ان انا مثلا في اي وقت اكزيت، مثلا لو حصل ايه مثلا ان البرنامج ده عايز ان هو ايه يقفل خالص او الاكزيت. على سبيل المثال انا عايز مثلا لو هو ما ورانيش الاسم بتاعه، مثلا على سبيل المثال عايزه ان هو الايه يأكزيت البرنامج، فانا ممكن اقول له مثلا if البروسيس دوت argv دوت length ده array، فاقدر استخدم اللينث اقل من 3. فهو لو اقل من 3 يبقى هو مررليش ايه، مررليش اي argument هنا. تمام، لان هنا هيبقى فقط في اللي هو اول عنصر اللي هو اللي المسار بتاع النود والفايل. فلو قلت او اقل، لو هو اقل من 3 يبقى هو ما ايه، ما مررش اي حاجه هنا. فاقول له مثلا you have to put your name مثلا. وعايز بقى ايه ان هو يكزت. فعلى سبيل المثال لو انا عندي هنا مثلا آه بيطبع مثلا last، تمام، فانا لو سبته كده تمام فهو هيكمل على اللاست. انا طبعا ممكن اضيف else هنا بس لو انا مش عايز يعني آه تمام، انا عايز اكزت خالص ما يكملش، ما يفكرش، ما يعملش اي حاجه، يكزت بس. فانا ممكن هنا استخدم اللي هي الاكزت فانكشن اللي هي موجوده جوه البروسيس فانكشن، وبديله هنا اللي هو الاكزت كود. الاكزت كود ده لو صفر معناه ان البرنامج انتهى بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله. لكن اي رقم غير الصفر معنى كده ان حصل مشكله في البرنامج. عشان كده البرنامج تعمل له اكزت. تمام، فهو الرقم ده انا برجعه مثلا للتيرمينال او اللي هو الاوبريتنج سيستم. فأي رقم غير الزيرو في الحالة دي مثلا هو أنا عايز هنا رقم غير الزيرو عشان أقول له إن هنا حصل فيه ايرور معين. تمام، فأنا لو سيبت دلوقتي وعملت ران زي ما انتم شايفين هو طبعا هنا لأن أنا ممرر arguments فعادي. لكن أنا لو ممررتش هنا قلت له app.js بالشكل ده من غير ما أمرر، قال لي هنا you have to put your name وما كملش هنا لللاست. فكده يبقى احنا انتهينا من الفيديو ده. شفنا اتعرفنا على ايه هو الجلوبال اوبجكت والفرق ما بين الزيس في الموديول بتاع النود جي اس وفي البراوزر لو الزيس ده كان جلوبال يعني مش جوه فانكشن. وشفنا شوية أمثلة على مجموعة من الجلوبالز اللي هي الحاجات المتاحة ليا مثلا سواء variables أو objects أو functions متاحة لي إن أنا أستخدمها جوه أي موديول نود جي اس من غير ما أنا أعمل import أو require لأي حاجة عشان إن أنا أستخدمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.